أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي أمن الله علينا إلا من ينتهي ويثبت فإن الله أجر المحسنين قالوا تالله لقد أثرنا علينا وإن كنا لخاطئين لا تثريب عليكم هم اليوم يغفرنا لكم أرحم الراحمين إذا هم بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا وأتوني بأمركم أجمعين فصلت الغير سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغت عينان بيني وبين إخوتي يا ربي أتيك مما يشاء رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فادر السماوات ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم السماوات والأرض يمرون عليها وهم ظالمون يؤمنون بالله إلا وهم مشركون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أن تأتيهم عذاب بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وبالذي مد الأرض
وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل فضلها نذكر إن في ذلك آيات لقوم يعقلون تعجب أغنما إلهنا ترابنا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب كفروا لولا أنزل عليه آية من إنما الله يعلم ما تمر كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الغيب الشهادة الكبير المنتهى سواء منكم من أسر القول من جهر به ومن هو بسبب بالليل يسارع بالنهار له اختباس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لهم من دونه بواب الذي يريكم ضربه وذمع وينشر سحاب الثمار ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه فهو ببالغه والدعاء كافر ولله يسجد ما في السماوات والأرض وكرم وجلاله بالغدو والآصال رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون بصير أكبر ومن يستوي الأعمى والبصير أنت تستوي الظلمات والنور خلقوا كخلقي أنت الجبل عليه والله خالق كل شيء والواحد القهار أنزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها فاعتمر السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لتجميعا إذا حمسوا جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من أمن الله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخافون سوء الحساب الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
بها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه ونقول رب الرحمن عليه توكلت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ولو يشاء الله أفلم ييأس الذين آمنوا الله يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا عاريات الأرض قريبا من شهر رمضان يود الله إن الله لا يظلم بها استهزئ برسل من قبلك عجيب كان وقائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض هم بظاهر من الأمر فالذكر للذين آمنوا وصدوا عن سبيل ومن يضلل الله فما له من هاد في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة عذاب ما له من الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أخلها آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن العذاب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بكل أجل كتاب ما يشاء يثبت عندهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو فتوفينك وإنما عليك البلاغ وعليك الحساب أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسبون الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب الذين تستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ما آيات لكل صبار
نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إن عذابي لشديد تذكروا أنتم وعائلة جميعا وإن الله لغني حميد يأتكم نبأ الذين من قبلكم ومن نوح وعاد والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنسألن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنسكننكم أرضا من بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وخاف كل جبار عنيد جهنم ويصلى من ماء يتجربوا ولا يكاد يسيغوا ويأتيهم ما كل مكان الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يدرون ذلك هو الضلال البعيد الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يهديكم ويهدي وما ذلك على الله بعزيز برسول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لا ودار الله هديناكم سواء علينا أجلنا وصبرنا ما لنا من محيص قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي كفرت بما أيتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر
وكيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها